بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة دي بتحكي عن أو الفرق ما بين الفلاح المصري أو الصعيدي المصري والتركي اللي هو كان محتلنا، يعني كانوا محتلنا من حوالي 150 سنة مثلا، ودي قصة حقيقية. أنا من الشرقية، والحمد لله رب العالمين إحنا يعني بيتنا دايما بيوتنا مفتوحة. ففي الوقت ده جه واحد باشا من الناس اللي هم الأتراك الكبار دول، وجه علشان إن هو يزورنا، أو يعني يزور جدي في الشتاء. راجل جه في الشتاء، فطبعا لازم هيتعزم. ف وما كانش قايل، ما بيقولوش. وهنا بقى تظهر الست المصرية الأصيلة. الراجل حدد كده إنه عايز ياكل ملوخية. طيب، في أغبى من كده؟ إحنا في الشتاء، يعني ده مش موسم الملوخية أصلا. هل بقى دي هتقعد تلطم وتصوت؟ إطلاقا. ولا جدي فتح بقه، لأنه هو عارف إن اللي هو متجوزها دي هتعرف تتصرف. طب عملت إيه بقى؟ عملت إيه؟ قالت لك هو مش عايز ملوخية. جابت برسيم وقامت خرطته بالمخرطة، وبعدين بعد كده حطت عليه أحسن توابل وعملت أحسن شوربة وحطته وعملت ملوخية. الراجل فضل يتكلم عليها ولا نسيها لحد لما مات. والحمد لله إن إحنا مصريين.